دكتور إبراهيم دكتور بيطري وبيسأل ينفع يجي كندا ولا لأ عن طريق أحد البرامج بتاعة الهجرة. تعال أقول لك كده آخر حاجة كندا عملتها في 2025 كان في شهر 5 كان عندهم سحبة للناس اللي هم شغالين في الهيلث كير. السحبة دي كانت أقل رقم اتسحب منه 510 وسحبوا 500 واحد شغالين في المجال ده. طب ده معناه إيه؟ معناه إن أنت عشان توصل لل 510 ده محتاج إن أنت السن بتاعك يكون أقل من 31 سنة أو أقل من 30 عشان تاخد الدرجة الكاملة بتاعة السن. أنت سنك كويس. اللغة لازم تكون أعلى درجة لغة مش فوق المتوسط، أعلى درجة لغة مش 8 و3 سبعات، أعلى درجة لغة اللي هو تسعات وتمانيات وحاجات زي كده في الآيلتس مثلًا. محتاج إن أنت الخبرة العملية أوكي تمام ما فيش مشكلة فيها، محتاج إن أنت يكون معاك فرنساوي، ده باللي أنا من اللي أنا حاسه يعني مش من اللي أنا حاسه من اللي أنا شايفه عشان توصل ل510. باقول لك كده ليه؟ لأن أنا لمّا هاجرت كنت جايب 472 وكان سني 30 سنة. وكنت معايا دكتوراه، وكنت الخبرة بتاعتي كانت 10 سنين فكانت تمام، وكنت في اللغة كنت جايب مش 8 و3 سبعات، كنت جايب 9 و8.5 و7.5 و7.5، كنت جايب الدرجة الكاملة بتاعة اللغة كانت 140 من 140 تقريبًا. ف510 ده لازم تكون عندك مؤهلات يعني أنا لو أنا نفسي كنت عايز آجي ساعتها كان محتاج إن أنا آخد فرنساوي كمان عشان أزود مش عارف 50 درجة والّا إيه. فده بس الموضوع باختصار، بس طبعًا في حلول تانية مثلًا provincial nomination في بعض المقاطعات زي ألبرتا عندها stream حلو جدًا هاكلمكم عليه الفيديو الجاية. تابعوني ما تنسوش تعملوا متابعة للصفحة بتاعتي واشوفكم إن شاء الله في فيديو تاني جديد، والتوفيق يا دكتور إبراهيم، مع السلامة.